السلام عليكم متتبعي قناة لطيفة أمين شانيل. أتمنى الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال. مرحبا بكم من جديد في إطار الوصفات الرمضانية. الله يبلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين، بالصحة والسلامة أنتم وجميع العائلة. ندوزو المقادير وطريقة التحضير. غادي نحتاجو هنايا ربع كاس ديال الماء الزهر، غادي نحتاج معلقه كبيره مخلطه بين نافع وحبه حلاوه، قبيصه ديال الخرقوم اختياريه، عندي نص ملعقه ديال خميره الحلويات، عندي ساشي ديال سكر منسم بنكهه الزهر مع جوج حبات ديال مسكه حره ومعلقه كبيره ديال القرفه. غنحتاجو صفار بيضاء، 250 غرام الزنجلان، 250 غرام ديال الطحين، عندي زبده نوازيط 2 معالق، عندي 2 معالق ديال الزيت. دابا غادي نبداو مع الطريقه ديال التحضير. ندوزو الطريقه ديال بليغات. غادي نضيفو في الكسعه اللي غادي نخدمو فيها، نضيفو الكميه ديال الزنجلان والطحين. الكميه ديال الطحين والزنجلان خصهم يكونوا قد يعني ما يجيوش، من الاحسن ما يكونوش متفاوتين، يكونوا قد الزنجلان قد الطحين. بالنسبه لي انا غادي نعمل واحد الكميه اللي هي قليله، ما كناكلش شي الحلاوه بزاف. نتوما ضعفوا المقادير الا كنتو غادي عندكم افراد العائله كبيره ولا كتاكلوها على حسب عدد الافراد الاسره ديالكم. صافي غادي نخلطوا في البدايه، نخلطوا النواشف مع بعض باش يدخلوا داك المقادير، يدخل القوام مع بعضو. عاد غادي نضيف السوائل اللي عندي. غندي 2 معالق ديال الزيت بلديه اولا زيت روميه ماشي بلديه عفوا، صفر ديال البيضه. غادي نحتاج 2 معالق ديال الزبده نوازيط. انا غادي نعبر لكم بمعلقه باش تشوفوا هذا. بالنسبه للزبده نوازيط كتعطي واحد المذاق مزيون بزاف، انا ملي كتجي هيدا محمره كتعطي واحد المذاق مزيون. الوصفات اللي كتضيفوها بحال مثلا الا ضفتوها البريوات اولا ضفتوها حتى لي كغواسون داكشي كتعطي المذاق مزيون بزاف. عندي ديك المزهر الربع كاس المزهر ضفت عليه شويه ديال الماء. نتوما كيبقى الاختيار ديالكم، كلكم ديك 4 كاس تضيفوا 4 كاس المزهر ومن بعد تبقى تضيفوا الماء بشويه من الاحسن. انا ضفت ديك المزهر ضفت عليه الماء والطحين ما رفدليش ديك الماء كامل، يعني من الاحسن نتوما ضيفوا المزهر هو الاولاني الا بغيتو يجي ديك المذاق ديال الزهر باين بزاف. بالنسبه لي ما جانيش زعما المذاق ديال الزهر ناقص، لان استعملت ديك الساشيه ديال نكهه ديال الزهر. وداكشي اللي شاط لي راه استعملته في حاجات اخرين، قريشلات كنت عجنت قريشلات واستعملته فيهم، يعني ما مشاش يضيع. المهم كتبقاو تضيفوا الماء شويه بشويه وتحاولوا تدخلوا ديك الطحين كامل. حاولوا ما تضيفوش الماء بسرعه، ضيفوه بشويه حتى تدخلوا ديك الطحين كامل، دخلوه في المقادير اللي عندكم. كما لاحظتوا ان العجينه عندي خفيفه واحد شويه، الى مثلا لا قدر الله فات يدكم في الماء جاتكم خفيفه شويه ماشي مشكل، ضيفوا شويه د الطحين وصلحوا القضيه. بالنسبه لي انا جاتني باقي كتلصق في اليد، انا ما بغيتهاش تكون كتلصق، خصني تكون خفيفه ولكن ما تكونش كتلصق لا باليد ولا كتلصق في سطح العمل. فغادي نضيف واحد مقدار معلقه كبيره ديال الطحين باش نشف بها العجينه ديالي وتجمع معايا بسهوله. هانتوما كما كتشوفوا ملعقه كبيره، ما ضفتش بزاف عليا. قلت لكم في البدايه ضيفوا شويه بشويه وحاولوا تدخلوا ديك الطحين كامل حتى ما يبقاش يبان لكم ديك البيوضيه. عادك شوفوا واش تضيفوا، واش تزيدوا له واحد شويه ديال الماء ولا لا. صافي غادي نحاول ندخل ديك الطحين في العجينه ديالي وندلكها واحد شويه. بالنسبه لي ما غاديش نقدر ندلكها معكم هنايا، كما كتشوفوني كنشبر العجين غير بالاصابع ديالي، ما قدرش ندلكو على حسب عندي البلاطو اللي خدامه فوق منه هو نفسه اللي حاطه فيه التليفون اللي كنصور به. فملي كندلك اولا كنحرك البلاطو بزاف التصويره كتجي شويه مضببه ما كتبقاش باينه. ف غادي نقطع غندلك العجينه ديالي، ندلكوها واحد 10 دقائق مزيان يدخل فيها ديك العناصر كامله وغادي نرجع معاكم.
صافي من بعد ما دلكت العجينه ديالي واحد المده ديال 10 دقائق هكاك، تدخلوا العناصر مع بعضهم وتجانسات كما كتشوفوا هي مابقاتش كتلصق كيف ما كانت. غادي نقسمها على جوج على حسب الكميه اللي عندي انا، ماشي كثيره بزاف، غنقسمها على جوج القطع باش تجيني مرتاحه ملي نبغي نخدم بها فوق البلاطو، ما تاخذ شي مساحه كبيره. صافي غادي نغلفوها ب بلاستيك الغذائي ونخليوها ترتاح شحال ما ارتاحت مزيان، ولكن انا غادي نخليها ترتاح واحد نص ساعه وغادي نرجع نخدم. صافي غادي نبدا نطلق الكره الاوليه. الا بغيتو نتوما خافتو تلصق لكم مثلا، هي ما كتلصقش لان كتطلق الزيت ديالها، ديك الزيت ديالها ما كيخليهاش تلصق على سطح العمل. ولكن بالنسبه للمبتدئات ولا بالنسبه اللي بغى يخدم يا اما يخدم على الورق ديال الفرن، يطلقها ما بين جوج ورق ديال الزبده، اولا طلقوها فوق بلاستيك الا خفتوا تلصق لكم. اما بالنسبه لي راه ما كتلصقش، نتوما كيف ما كتشوفوها الزيته بكل سهوله، حيت هي فيها الزيت ديالها وديك الزيت الزبده اللي مثلا راه ما كيخليوهاش تلتصق. نحاول نطلقها معكم، تكون العجينه تكون رقيقه ما تكونش غليظه، حيت ملي غادي نقليوها في الزيت راه كتنفخ واحد شويه حيت فيها الخميره ديال الحلويات. نخليوها رقيقه واحد شويه باش كتجي فيها ديك التقرميشه مزيونه والعسل كيدخل مزيان، كيجي مزيون. المهم كما كتشوفوا كيف ما قلت لكم سابقا، راه ملي كنحرك البلاطو راه كتحرك الكاميرا شويه، الا شفتوا الصوره شويه مزعزعه فكنطلب منكم المسامحه. صافي غادي نستمر بهذه العمليه هذه حتى غادي نطلق العجينه ونوصل للسمك اللي انا باغاه. وصافي وغادي نبدا نقطع العجينه ديالي. بالنسبه نقطعها كيبقى لكم نتوما الاختيار، اما تقطعوا بالمرشم ديال الحلويات سواء كان مرشم دائري او لا مرشم مربع. يمكن لكم تقطعوا العجينه بالجراره ديال الشباكيه او بالقطاعه ديال الشباكيه، وكيبقى لكم نتوما الاختيار ديالكم كيف ما قلت لكم. صافي هيدا غادي بالنسبه لنا الشكل الاول. المهم نوريكم الطريقه الاوليه، يمكن لكم تقطعوا على شكل مربعات بالنسبه للناس اللي ما عندهمش المرشم. والمربعات كيبقى نتوما كتحكموا في الحجم ديال البليغات اللي خصكم. انا بالنسبه لي كنفضل داك البليغات اللي كيكونوا صغيورين كيجيو مزيونين، وحتى ملي كتنزل في وسط منهم داك اللوز كيجي مزيون، ماشي بحال ملي كتكون بليغه كبيره وكتحط فوق منها داك اللوزه كتجي ديك اللوزه بحال اللي محطوطه في الخوار، كتجيش بليغه عمرها. وكيبقى لكم نتوما الاختيار، انا عطيتكم غير فكره كما يمكن لكم تعملوها هيداك وتدردروا فوق منها ملي طيب، كدردروا فوق منها داك اللوز، يكون لوز كونكاسي او لا المهم اللي كتفضلوا نتوما ولا الزنجلان. ها الطريقه الثانيه اللي قلت لكم، يمكن لكم تستعملوا اي قطعه. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش داك الجراره ديال الشباكيه اللي كيقطعوا بها الشباكيه، يمكن لكم تقطعوا باي قطعه عندكم ديال الحلويات اللي كتستعملوها في الحلويات ديالكم في لي صابلي وتستعملوها. صافي انا هادي كنوريكم كيفاش كيجيو ديك الشكيلات هذه على شكل دائره، كيجيو حتى هما كيجيو مزيونين. ولا بغيتو نتوما ديك الشكل المثلث اللي كيكون ديال البليغات، المهم نتوما اللي كتفضلوا هما ملي كيطيبوا كيجيو مزيونين، سواء كان شكل دائري او لا شكل مربع راه كيجيو مزيونين. وغنوريكم شكيلات اخرين اللي يمكن لكم تنتوما الا اللي ما بغاش شكل تقليدي ديال البليغه، اللي بغى شكل اخر نوريكم بعض الاشكال اللي يمكن لكم تعدلون بهم. عندنا بحال هذا الشكل هذا كيجي بحال الوريده، يمكن لكم تعملوا 3 الوريدات او لا 2 او لا وحده. انا بالنسبه لي كيف ما قلت لكم كنفضل داكشي صغير كيجي مزيون، وبنادم ما ياكلش الحلويات بزاف، داكشي مع الفطور كيجي شويه كيتقل على المعده. ها نتوما كما كتشوفوا يمكن لكم تلصقوهم هيدا 3 الوريدات مع بعض، ولكن اهم حاجه باش ما يتفتح لكم شي في الزيت خصكم تضغطوا عليهم مزيان. الا ما ضغطيتوش عليهم مزيان راه ملي عاد تحطوهم في الزيت غادي يتفتحوا لكم.
هذا يمكن لكم تعملوا غير وريده وحده اولا جوج وريدات. هي غير وريده وحده الا كبرتوها غير واحد شويه كتجي في المنظر ديالها كتجي روعه. وكتزينوها بواحد شي حبه ديال اللوز في الوسط كتجي بحال على شكل ديال العين. وكما كتشوفوا في الشكل كتعملوا جهه متفاوته على اخرى بحال اللي غتقسموها على النص، ولكن جهه كتكون شويه خارجه باش ملي كتضغطوا عليها بيدكم باش كتخرج كتجي مزيونه في الشكل ديالها. هنايا وصلت المرحله ديال القاليه. رانا جربت الزيت، جربت واش سخن لي. من الاحسن نزلوها في الزيت تكون سخونه بزاف باش ما يتفتحوا لكم شي وما يتهرسوا شي. انا تهرسوا لي ديك اللي عملتهم 3. انا اصلا ما كنتش صراحه باغيه نعمل هادو ديال 3 ديال الوريدات. احسن كنفضل غير ورده وحده ولا الا كثرت 2 الوريدات. المهم انا غير جربت معاكم. بغيتو باش ما يتفتحوا لكم شي نتوما تفزقوهم بشويه ديال الماء وكتضغطوا عليهم باش كيبقاو ثابتين، حيت هما الا ما فزقتوهمش شي ولا ضغطتي شي عليهم مزيان راه كيتفتحوا. انا حيت كنت ملي هي كنصور معاكم باش نصور وهذا ما اهتميتش لهذا، ما تكيتش بزاف، ما ضغطش عليهم بزاف ما تلصقوش مزيان وتفتحوا لي. ولكن واخا تفتحوا راه جاو مزيان. داكشي اللي كنت باغا هو اللي كاين. انا اصلا كنت باغا واحد الوريده وداكشي اللي كان. المهم احتفظت لكم غير بوحده وحده وريتها لكم هكاك كيفاش كتجي. والبقيه انا قلت لكم راه تفسخوا لي. الا بغيتوا ما يتفسخوا لكم شي يعني خصكم تضغطوا عليهم بالماء باش يتلصقوا مع بعضهم باش ما يتفسخوش في وسط الزيت، حتى مع ملي كتجيو تقلبوهم وهذا راه الا ما كانوش ملصقين مزيان راه كيتحلوا. نستمر في العمليه القل ديالي ونوريكم المراحل وداكشي كيفاش النتيجه النهائيه. هنايا عندي كاسرون وضعت فيها داك العسل اللي كنت وجدت معكم سابقا. راه اللي باقي ما شافوشي رانا حطيته على القناه. العسل منزلي هذا ماشي العسل ديال الزنقه، موجود بالقالب ديال السكر. ها هما ديك الوريقات اللي وريتكم ها هما. كيف ما قلت لكم راه اللي ما تهرسوا لي شي في الزيت مي حطيتهم في العسل تهرسوا لي شويه تفسخوا لي، ولكن واخا هذيك راه جاو مزيونين واخا جاو مفسوخين راه جاو مزيونين الشكل ديالهم. الاشكال كيبقى نتوما لكم واسع النظر كيف ما يقولوا، يعني الحاجه اللي كترتاحوا فيها. بغيتوا تخليوهم بلغه تقليديين كيف ما مولفين حنايا كنعملوهم. هانتوما كيف ما كتشوفوا اللي وضعتهم اللي كانوا ملصقين 3 وضعتهم في الزيت وضعتهم في العسل تفرقوا حيتاش ما كانوش ملصقين مزيان، ما ضغطش عليهم مزيان. صافي غادي نكمل انا القلي ديالي وغادي نرجع معكم باش نوريكم النتيجه النهائيه والشكل النهائي ديال البليغات اللي عملت معكم. هادو بليغات اللي عملتهم العاديين سواء المربعين اولا اللي مدورين. كيف ما قلت لكم انا عملت بليغات صغارين اللي كيجيو في شكل مزيون وفي كونتيتي كيطيحوا كونتيتي بزاف وكلشي كيذوق منهم وما كيقهموش ما تشبعش منهم. بالنسبه لهاد البليغات هادو راه ما كيتفتحوش سواء لصقتيهم بالماء ولا ما لصقتيهمش راه ما كيتفتحوش. ولكن هاد الوريدات اللي وريتكم هادو الا ما ضغطوش عليهم مزيان راه كيتفتحوا، يعني من الاحسن نلصقوهم بالماء. هادو اللي عملت معاكم بالقطعه دائريه، وهادو شكل المثلث اللي قطعته معاكم على شكل مربعات اولا بالجراره. مهم هادي ديك الوريده اللي قلت لكم. هاد الوريدات هادو كيجيو غير هادو بوحديتهم راه كيجيو مزيونين بالشكل ديالهم وفي الحطه ديالهم. يعني الا بغيتي تعملوا غير على هاد الشكل هاد الوريدات هادو كما كتشوفوا هي هشيشه بزاف ومقرمشه في نفس الوقت وكتجي خفيفه ما كتقلش بالعسل. يعني الكميه ديال العسل اللي كتهزها هي الكميه اللي محتاجاها. صافي وصلت معكم لنهايه الفيديو. نتمنى يلقى الاستحسان ديالكم وتشجعونا بالاشتراك بالقناه واللايك الى عجبكم.
نتمنى نلقاكم فيديو جديد اخر ان شاء الله، وانتم باتم الصحه والعافيه نتوما والاسره ديالكم، وشكرا لكم على الدعم وعلى التشجيع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.